اتفرجتش على الماتش تعالى احكي لك اللي حصل، ولو اتفرجت تعالى نتناقش فيه سوا. تعالى شرف يا اخويا في نادي الثلاثيات جنب اخواتك. تعالى ايوه كده يا عم كولر، ربنا يكتر من ثلاثياتك يا اخي. احلى حاجه فيه ان بدا يفهم قارتنا ماشيه ازاي. الراجل بدا يطور فكره يتماشى فعلا مع القاره. فبصراحه النهارده عامل اداء ونتيجه ولا اجمل ولا اروع، لدرجه الناس زعلانه ان الماتش خلص 3 بس. فهو كان ممكن يخلص اكتر من كده. دي نقطه. نخش على النقطه المهمه، وهي بقى ايه؟ انا اتفرجت على اغلب البرامج كله يقول لك الترجي هو مش هو، هو في حالته مش في حالته. اغلب الناس اللي متابعه كره شمال افريقيا عارفين ان 60% من قوه الفرقه دي في جمهورها. الضغط اللي بيعملوه على على الحكم وعلى لعيبه النادي المنافس والكلام ده وساعات بتبقى احداث شغب وشماريخ وصواريخ وتفاريخ ومش عارف ايه. يعني الجو اللي بيحصل ده بيعمل، يعني اسف الواحد يقول فيها، بيبقى جو ايه؟ رعب للفرق المنافسه. فهم لما انت شلت كل الكلام ده بقى ماتش عادي كأنك بتلعب بنادي في وسط الجدول في الدوري بتاعك، لدرجه انت زعلان الماتش خلص 3. دي حاجه. ويقول لك الترجي مش في حالته. انا اتفق معاك في نقطه صغيره، وهي ان نادي الترجي النهارده اللي خلاه مش في حالته، انا شايف ان وسط الملعب والهجوم ما كانش وحشين، بل بالعكس كان في كذا كوره خطر علينا والشناوي شالهم. الشناوي اللي بدا الحمد لله يجيب مستواه. واحب اقول يا جماعه الترجي احنا قلبنا عندكم في اللي انا جاي ده، حته الحارس المرمى. يعني احنا من لحد فتره قريبه كنا بنعاني من نفس القصه دي. فالنهارده اذا كان نادي الترجي مش في حالته، فهي فكره حارس المرمى. ان اول شوطه بتتشاط عليه في الدقيقه 12 بتخش بالمنظر ده. بيرستاو شاطها وحش. بيرستاو المفروض هيوقف في البعيده، انما هو حطها في نص، يعتبر شبه في نص الجول. هو صدها زي حراس الطايره، كره اليد. الاحساس اللي احنا كلنا عارفينه وعشناه كتير قوي. فاي كره عليها هتشوط هتخش. فده خلى اللعيبه عزيمتهم قلت. واقول لك على حاجه، اللي زعلان ان احنا ما كسبناش سكور مش بعيد. لعبنا زي النهارده الماتش العوده، لو خدته بجديه يبقى في سكور كبير هنا. فمن دلوقتي احب اقول لك لو عندك مشوار مهم من الجمعه الجايه ما تاجلوش، لان المباراه هيبقى من طرف واحد. فانا يعني حتى ماتش العوده ما اعتقدش نادي الترجي هيلعب على غير على فكره واحد انه ما يشيلش سكور هنا. فكره انه يجي ويعوض والكلام ده لا، ما اعتقدش. بالفريق اللي شفناه النهارده لا، ما اعتقدش. هو هيجي كل فكرهم ان هم ما يشيلوش السكور هنا اللي نفذوا منهم على ارضهم. خش على حاجه تانية مهمه جدا، وهي المعلم بيرسي تاو. معلم بيرسي تاو موسيماني اللي كان جايبه ما عرفش يشغله كده. كولر قدر يطلع منه حاجه. المكنه طلعت قماش فعلا. موسيماني نفسه ما كانش قادر يطلع يورينا النسخه دي من بيرسي تاو. فكولر بصراحه شابوه، قدر يرجع لعيبه كتير لمستواها. نخش بقى المعلم الكبير محمد الشناوي. محمد الشناوي اللي بدا يرجع لنا ثقتنا فيه تاني ونحس بطمانينه وهو بيلعب. يعني بدانا نرجع تاني لفكره نحس بطمانينه والشناوي واقف. كرة بتعمل عرضيه انا مش قلقان، كرة بتتشاط مش قلقان، هجمه مش قلقان. فرق النهارده في كورتين بصراحه كانت هيبقوا جوان. الترجي لو كان جاب جون مع حكم كمان بيتلكك، كان بيديهم فاولات، رشه فاولات على ال 18، اي تلكيه جودر من منطقه الجزاء كان هيديها لهم. فالشناوي لا، بيبتدي يعيد ثقته في نفسه وثقه الجماهير فيه. مستر كولر بقى مع احترامي ليه وكل الكلام الحلو والاشاده اللي بنقوله عليه دايما، لكن برضه في حاجه بقى لغز بالنسبه لي. هل انت شايف طاهر افضل من سافيو؟ يعني برضو ايه، ادوني عقلكم. يعني انت كده لو سامعني وشافوا ليك في كومنت ولا حاجه ورد عليا. هل انت شايف ان سافيو اقل من طاهر؟ طاهر اعلى منه؟ انا مش شايف دي بصراحه. طاهر جات له كوره النهارده في نص الملعب، معرفش بيجري حنجيله ومش شايف وكعبل والكوره اتقطعت ومش اول مره. وحتى مباراه الرجاء اللي كانت هناك كان ممكن نخلص كورتين برضو جري بيهم. فانا مش شايف ان سافيو اقل من طاهر وان طاهر احسن منه. يا عم دام ده بتجربه وبتاع وصابر عليه، طب ادي التاني فرصه. فهي دي بصراحه الكومنت الوحيد عندي على مستر كولر، هي حته طاهر محمد طاهر اللي انت مصر عليه ده ودايما بتديله. انا شايف سافيو افيد منه مليون مره. على الاقل الواد هيبقى عايز يثبت نفسه. هل وارد يجي في ماتشات الدوري يديله الواد يفوق زي بيشحنه علشان لما يديله فرصه اخيره يلاقيه؟ وارد. ان اخر حاجه معانا بقى هي ماتش العوده. ماتش العوده هو سلاح ذو حدين. في ناس كتير هيقول لك ايه، لا ريح لعيبه مثلا، ايه، ريح شناوي لعب علي لطفي، ريح علي معلول لعب محمد اشرف. علي معلول اللي من وجهه نظري بيشقى اكتر من عمال النظافه اللي في النادي. يعني عمال النظافه اللي في النادي، عمال النادي الاهلي، اعتقد علي معلول بيشقى اكتر منهم. لكن الراجل لا، الجول الاولاني هو اصلا بتاعه. الجول الاولاني الاسيست اصلا بدايه الكره من عنده.
فطبيعي حاجه تيجي على حساب حاجه، وكمان عشان عامل السن. فعلي معلول بوجهه نظري ايه حته ان ماتش العوده لا ده رقم واحد اللي يريح. فزي ما احنا بنقول لو انت ريحت لعيبه كتير لازم تريح برضو بحذر، لانك اللعيبه البديله دي لو دخل فيها جون او جونين هتبقى فيه مشكله عقبال ما تيجي تعدل قوام الفريق تاني وتنزل اساسيين والكلام ده، لا ممكن الدنيا تهرب منك. فمباراه العوده برضو محتاجه شغل عالي قوي مستر كولر، ما حدش يفتكر المباراه سهله. المباراه برضو هيبقى فيها شغل تكتيكي عالي قوي. فهو لو جينا جون بدري اول 10 دقائق هيبقى الموضوع انتهى، هيبقى كل هم لعيبه الترجي ان هم ما يشيلوش سكور. ما نسبقش الاحداث خطوه خطوه ونشوف ايه اللي هيحصل، وان شاء الله باذن الله نتقابل بعد مباراه العوده والنادي الاهلي كسبان سكور هنا. نعوض يا عم اللي انت زعلان ان 3 قليلين، سبحان الله لو قبل الماتش تقول لي نكسب 2-0 اقول لك انت يا عم انت مخك شطح. لكن الحمد لله ان شاء الله نتقابل والنادي الاهلي كسبان، ويا عم كسبان سكور باذن الله. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم.